الاخوان اليوم غنعاود لكم واحد القصه وقعت لي مع الباربريز ديال الطوموبيل ديالي. ترى ما يمكنش اصاحبي، راه مشات تسطيني الطوموبيل، كنقول شي حاجه شي مشكل ولا في الطوموبيل. هذا سبب الباربريز. خليكم معايا حتى الاخر باش تعرفوا شنو وقع ليا، باش ربما الواحد يستافد وتعمل الفائده ان شاء الله. المهم الاخوان، ديت الطوموبيل لافاج بنهار في العشيه، تا قلت طاحت الظلمه، زيد الطوموبيل كندور السيرو ديال الطوموبيل مع كنزيد ويبان ليا الجاج ديال الطوموبيل كله مضبب. كنخدم الشوفاج ديال الجاج كينشف الجاج، ما كيبقاش المشكل. مع كنطفي لا كريم اللي كتنشف الجاج، الشوفاج ديال الجاج كيرجع المشكل في البلاصه، كيضبب ليا الجاج. او حتى شنو هاد المشكل هذا؟ هادشي راه سطاني. وانا نقول اجي انا واحد الشيفون، زيت واحد الشيفون رقيق، بديت كنمسح به الجاج، بدا كيبان ليا الفرق. بلاصه بحال موسخه مدسمه وبلاصه مزيان نقيه. جيت كنشوف لقيتهم في اللافاج مسحوا لي الباربريز بشي شيفون، واش فيه الزيت واش، المهم شيفون موسخ مدسم، هو اللي باش مسحوا الباربريز هو اللي دار المشكل. صافي اون فوا مسحت الجاج ديالي تميت غادي، ما بقاش المشكل نهائيا بالكل. شو سبحان الله، يعني شو حاجه بسيطه وشو تقدر ترون اي واحد. نتمنى ان شاء الله هاد المعلومات تستافد، ربما تكون طحتوا في هذا المشكل وتعم الفائده ان شاء الله.